بضيوفنا الكرام يلقيها على مسامعين فضيلة الشيخ أحمد واس فليتفضل مشكورا غير ممنون. والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. ثم أما بعد، مما لا شك فيه عباد الله أن التاريخ يعتبر ذاكرة للأمة جمعاء. والتاريخ أيها المسلمون هو ديوان الأمم، وهو عزها ومجدها، فبه تفتخر الأمم والشعوب. وإن القارئ للسير والتاريخ يجد العرب في جاهليتهم أيام كانوا في جاهلية عمياء لا يكتبون ولا يقرؤون، ومع هذا كانوا يهتمون كثيرا بالتاريخ. فمن قرأ أشعار العرب أثناء جاهليتهم يجد تاريخهم مذكورا في شعرهم، فقد ذكروا أيامهم وحروبهم وما شابه ذلك، وكانوا يعلمون التاريخ لأبنائهم كابرا عن كابر. فإذا كان هذا هو حال العرب قديما أثناء الجاهلية وأثناء الأمية، فحري بنا نحن اليوم ونحن في زمن كثرت فيه الكتابة والقراءة، حري بنا أن نعرف تاريخنا وأن نهتم بتاريخ هذه المنطقة أو هذه البلدة أو هذه القرية. وإذا كان الحال كذلك فباسمكم جميعا نرحب بالضيوف الكرام، الأستاذ سفيان عبد اللطيف أستاذ التاريخ، والشيخ الإمام محمد مشري من القل. فباسمكم جميعا نرحب بالضيوف الكرام، ونحيل الكلمة لفضيلة الإمام فليتفضل مشكورا. شكرا فضيلة الشيخ بارك الله فيك على هذه الكلمات. أحيل الكلمة مباشرة إلى فضيلة الشيخ محمد بشير من المسجد الكبير بإدارة التنمية يلقي على مسامعنا كلمة التحية بالنيابة عن مدير الشؤون الدينية الذي قدم الاعتذار على عدم حضوره هذا النشاط لأسبابه، فليتفضل مشكورا غير ممنون. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمعشر الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فنشكر الله سبحانه وتعالى أولا على أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذا المكان الطيب المبارك الذي أحب اللقاء عند الله جل وعلا، خاصة موضوعنا يدور حول تاريخ، والذي سبق ما ذكر الأخ الفاضل السابق عن أهمية هذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بهذه المنطقة، منطقة المنية وما ونحن بإذن نتشرف إن شاء الله تعالى باستضافة الأستاذ عبد اللطيف سفيان، وهو باحث متخصص في التاريخ عموما وفي منطقة المنية وما خصوصا. فإن شاء الله تعالى ندعو الأستاذ إلى المنصة إن شاء الله تعالى ويشرفنا في هذا المقام، كل ذلك زيادة عن مدير الشؤون الدينية والأوقاف الذي اعتبرنا سبق وذكر الإمام عن حضور هذا اللقاء. فليتفضل الأستاذ مشكورا ومأجورا بارك الله تعالى فيه وفي جهوده، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدد قوله وأن يفتح عليه من بركاته ومعلوماته، ونترككم إن شاء الله تعالى مع الإفاضة الواسعة جدا والتذكير لنا إن شاء الله تعالى في هذه المقامة وفي هذه المحاضرة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا وإياكم، بارك الله تعالى فيكم.
به فضيلة الشيخ ونفعنا الله به وزاد الله عليكم على علم. أيها الجمع الأكارم، التاريخ هو ذاكرة الأمة، الأمة الماضية ماضيها بالتاريخ. إن تاريخها يوسع أفق المسلم وينظره على أحوال الأمم والتاريخ رجال وتقلبات الأيام، فيرى الإنسان من خلال التاريخ بعين بصيرة كيف تعمل سنة الله سبحانه وتعالى في المجتمعات، وكيف تقوم الدولة ونصره، وكيف تحيا الحضارات والنهضة، وكيف تنام الشعوب ونصره. وهو القائل جل وعلا في محكم تنزيله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة. ولله ذر القائل: ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعماره إلى عمره. وحتى لا أطيل عليكم الكلام أيها الأحبة، أحيل كلمة إلى الأستاذ القاضي سفيان عبد اللطيف ليمضي على مسالككم هذه المحاضرة بعنوان أولاد عربية التاريخ، فليتفضل مشكورا خيرا منه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين فضيلة الشيخ محمد إمام المسجد المركزي بالإميلية، الشيخ إمام مسجد العربي، السادة الأفاضل المصلين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة أنا سعيد جدا بوجودي اليوم بينكم، وهي أول فرصة سنحت لي أن ألتقي مع سكان هذه المنطقة الفاضلة، هذه المنطقة عظيمة تاريخيا، المنطقة التي شهدت الكثير من التحديثات عبر العصور. وقد علمت من بعض سكان العربي الذين التقيت بهم في أماكن كثيرة أن لهم تصورا خاصا بهذه المنطقة، منطقة العربي، والذي لاحظت عليه أنه تصور قاصر ربما لكثير من الأحداث التي مرت بهذه المنطقة في مختلف العصور قديما وحديثا. ولقد أتصور كما حدث لي في كثير من المواطن والمواقف أن سكان المنطقة بمجرد أن يسمعوا كلمة تاريخ سيتبادر إلى ذهنهم طوة العلم. كما حدث قد يتبادر إلى ذهن السامع الذي سأتحدث أو أقصر حديثي عن الثورة التحريرية، ولكن في الحقيقة هي الثورة التحريرية فعلا هي تاج تاريخ الجزائر، ولكن لا يعني ذلك أن منطقة البلاد العربي تخلو من أحداث تاريخية منذ ما قبل التاريخ. لذلك فضلت اليوم أن آتي إلى هذا المكان المبارك الذي يجمع الناس في هذا اليوم الطيب من أيام شهر رمضان للحديث عن منطقة البلاد العربي، وربما لتبادل مجموعة من المعلومات مع سكان هذه المنطقة العظيمة. في الحقيقة بعض الأسئلة التي لابد أن أطرحها في بداية هذه المحاضرة أو بداية هذه المداخلة أو النقاش مع هذه المنطقة هي: متى تأسست منطقة البلاد العربي؟ فعليا، تاريخيا، علميا. أين كانت المنطقة في العصور القديمة؟ الشباب اليوم يدرسون في الجامعات والمدارس المراحل القديمة البربرية والرومانية والمندالية والمرور على الفتوحات الإسلامية وغيرها. أين كانت منطقة البلاد العربي في تلك الأزمنة؟ بعد مجيء الفتح الإسلامي ما هي أصول سكان البلاد العربي؟ هذا سؤال كثيرا ما أجده في كل مناطق من مناطق يعني ليبيا والجيش وحتى الجزائر كلها يعني. هذا السؤال الخطير الذي شاعت عليه الرواية الشعبية، والذي يعتقد معظم السكان أنه لا وجود لمراجع تتحدث عن أصول سكان المنطقة، وسنجيب عن ذلك إن شاء الله في حين. أطرح إشكالا آخر: ما هو دور هذه القبيلة التي صارت بعد ذلك إلى ما ذكره الشيخ إلى قرية، ثم الآن صارت إلى ما يسمى عنها اليوم شبه حضري، يسمى الوسط شبه حضري أو مدينة في إطار التشكل، لأن البلاد العربية اليوم ما شاء الله يعني مدينة في إطار تتشكل وتصير مدينة وعندها وسط وعندها سكان كذا وغير ذلك. وبالتالي سأحاول يعني بقدر ما بحثت في الكتب التي لا يفيني عمري لكي أكمل البحث فيها أن أجيب عن بعض هذه الإشكالات. قبل كل شيء أنا أشكر جزيل الشكر يعني صديقي الصحفي يزيد مخطوطا الذي دعاني الى المجيء الى هذا المكان بعدما كان رفيقي في كثير من الاماكن الاخرى من تراب هذه الولايه. سابدا من العمق: متى تاسست منطقه البلاد العربي؟ وهو سؤال
أجيب عنه كالآتي: الإشكال الذي يجده الباحث أو القارئ أو الطالب أو حتى الرجل البسيط في قضية الإجابة على الإشكال متى تأسس، هو قضية ربط الاسم الحالي الذي هو اسم القبيلة ولاد عربي بالأسماء القديمة التي كانت تحملها المنطقة في كتب المؤرخين. إذا سألتم أنا الآن كيف كانت اسمها المنطقة هذه قبل أن تصبح اسمها ولاد عربي، ربما لن أجد الإجابة، لأنكم لا تعرفون ما هي الأصول القديمة لولاد عربي وطريقة تشكل هذا التجمع السكاني ولماذا والأسباب وحتى الأحداث التي أجابتنا عنها الشواهد والنتائج. يسرني هنا أن أبدأ من أقدم المراحل وهي المرحلة البربرية. سأخبركم أن منطقة الميلية عموما بما فيها منطقة ولاد عربي يعود تعبيرها إلى القرن ال11 قبل الميلاد، القرن 11 قبل الميلاد، من قبيلة بربرية آنذاك كانت تسمى قبيلة اليوكوتامان، وتسمى اليوم العربية قبيلة كوتاما. تسمعوا بها ربما في منطقة جيجل، ما زالوا يعتمدوا هذا المصطلح، متحف كوتاما، عندهم متحف الله أعلم، عندهم فندق كوتاما وغير ذلك. هذا الاسم كوتاما هو اسم قبيل، والقبيلة الكبرى استوطنت في هذه المنطقة التي هي حوض الوادي الكبير في بداية من القرن ال11 قبل الميلاد، قبل أن تتأسس جيجل وسكيلا وكل وغيرها. كان أول نزولها عند مجيئها بحوض الوادي الكبير، يعني مكان اليوم منطقة الله. وبدأ توسع هذه القبيلة الكبيرة الضخمة، نتحدث عن القرن 11 قبل الميلاد. وتصوروا أنه في ذلك الزمن كانت اللغة العربية لغة عربية، لأن العربية وصلت إلينا في القرن 12 ميلادي، خرجت في القرن 11 قبل الميلاد، يعني 1100 قبل الميلاد، قبل الميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. بعد نزول هذه القبيلة بدأت تتوسع، وللعلم الآثار التي اعتمدنا عليها من المراحل التاريخية القديمة تثبتنا أن هذه القبيلة توسعت باستعمال الويدان، يعني تبع الواد، لأن الواد هو مكان فيه ماء، فيه أسماك، فيه حياة، فيه نباتات، فيه زراعة سقية وغير ذلك، وبالتالي كان التوسع البشري باستعمال الويدان. وكان واحد من الميدان المركزية للمنطقة لكي لا تتناول كل المنطقة هو وادي مسيابة المعروف الذي يمر بالفوق من هذه المنطقة ويصب في الوادي الكبير في منطقة تاتو. هذا الوادي كان يعني ربما دليلا للانتقال البشري، فبدأ الانتقال البشري من حوض الوادي الكبير باتباع وادي مسيابة، وبدأت بعض نوايا يعني أنوية نواة مدينة، بعض أنوية المدن تتأسس شيئا فشيئا على ضفاف هذا الوادي. وقد عثرنا على 3 مدن كبيرة وبعض المزارع الصغيرة التي تعود إلى المرحلة البربرية، والتي استطعنا أن نمنحها ربما تاريخ القرن الرابع قبل الميلاد، يعني هذه السنين توزع حوالي 400 سنة تطلبت هذه التوزع البشري. المدينة الأولى تسمى المدينة، وهي معروفة بمنطقة أسدون ما بين الشرق وتبدون، وهي مدينة كبيرة جدا، ويعود تأسيسها إلى القرن الأول الميلادي، القرن الأول الميلادي، وهي مدينة خاصة أسسها الرومان بعد دخولهم، وكانت تحتوي على مباني حتى فيهم عدة طوابق، وهذا أمر نادر في المدن الموجودة في شمال أفريقيا. وبعد اتباعنا للطريق بين هذه المدينة والقل مررنا بهذه المنطقة، منطقة ولاد عربي، ووجدنا فيها الكثير من الآثار التي كانت تدل على أن المنطقة كان فيها وجود قبلي، وجود قبلي، يعني مجموعة من القبائل مثل ما نحن اليوم، شوية تاع السكان هنا، شوية هنا، مجموعة بشرية هنا، مجموعة بشرية هناك، ولكن المواد التي كانت تستعمل في البناء كانت تستعمل أساسا من الحجر والطين، وهذا ما جعل هذه الآثار لا تكون آثارا واضحة كما الآن آثار تاع تلك لأنها مرسومة ومنقوشة وكذا وحجرية بقيت، ولكن الآثار البربرية هي آثار ترابية طينية وحجرية، يعني لاحظوا بعض الأحجار المصقولة، بعض الحطام المشتركة، مع أن بعض المناهج التاريخية التي نستعملها في البحث الأثري للاستدلال على وجود العنصر البشري بأي منطقة، وحتى من ناحية الغطاء النباتي وتهيئة المناطق، كانت هذه المنطقة سهل ولاد عربي الذي يعتبر سهلا محصورا بين الجبال، تعتبر منطقة حصينة ومحمية يستوطنها العنصر البشري، وبالتالي فمنطقة ولاد عربي بدأ تعبيرها ما بين القرن 11 قبل الميلاد والقرن الرابع قبل الميلاد، بدليل الآثار المعروفة عليها في مختلف المناطق المحيطة بوادي المسيابة، وذلك تلميذات من منطقة ولاد عربي. فتقدم الثاني. بعد ذلك أسست مدينة أخرى بمنطقة سقارة،
سيسيلية، مدينة رومانية أيضا كبيرة جدا، وكانت منطقة الألعاب هي الممر بين هاتين المدينتين. فكان السكان الرومان يسكنون هذه المدن، والسكان البربر يسكنون هذا الحرم منطقة الألعاب، ويتبادلون مع هؤلاء الرومان مختلف التجارات. وقد وجدنا في بعض الكتب التي سأذكرها لكم كتاب جغرافيا لبطليموس تذكر أن قبائل يوكوتامان الموجودة بين المدينتين توسكا موجودة في حبيبي وساغا موجودة في تنفذ، وتسيلي التي كانت تسمى آنذاك مدينة بويرينا كانت موجودة بيناتهم طرق تجارية يحكمها بربر المنطقة وهو قبائل اليوكوتامان. يعني الآن سكان المنطقة إذا وجدوا بعض الأحداث التي تحمل هذا الاسم قامت بها قبيلة اليوكوتامان أو قبيلة كوتاما، فليعرفوا أن هذه الأحداث تتحدث عنهم، أن هذه القبيلة هم نحن هم قبيلة كوتاما. بعد ذلك بعد هذه المرحلة دخل الرومان إلى المنطقة، وقد أذكر لكم بعض الأحداث التي حدثت في هذا السنة، بعض المعارك التي وقعت بين قبيلة كوتاما هذه البربرية التي نحن أصلنا، والغزو الروماني الذي كان يدخل على واد زهور الذي كان آنذاك يسمى مرسى توسكا. هذا المرسى كان يأتي إليه الرومان من أجل أخذ الزيتون والأخشاب والقمح ومختلف المنتوجات التي كانت تتمتع بها المنطقة، وكانوا يمرون عبر هذا المكان يعني باتباع واد زهور، ويمرون على المكان للوصول إلى خوض واد كبير. فوقعت معركة كبيرة في القرن الثاني الميلادي بهذه المنطقة منطقة واد العربي التي ذكرت آنذاك باسم القبيلة، قال بمنطقة حوض الوادي الذي يمر على منطقة كوتاما، منطقة اليوكوتامان البربرية. إذا فالجواب على أن منطقة واد العربي كان تأسيسها ما بين القرن ال11 قبل الميلاد والقرن الرابع الميلادي، ووقعت أحداث عند الدخول الروماني من بينها المعركة التي حدثت بهذا المكان، وبالضبط الذي كان هو سوقا تجاريا ما بين القبائل البربرية والوجود الروماني في المنطقة في القرن الثاني الميلادي. بعد استقرار الوجود الروماني في الحقيقة المنطقة بدأت تعاني من بعض الهجرات، يعني بدأ سكانها يهاجرون إلى بعض المناطق الأخرى، وبدأ التفرق حتى أن كتب العصور الوسطى التي تحدثت عن وجود قبيلة كوتاما في المنطقة أوردت إلينا، يعني جايكم من الاسم الكبير ثم أتفرع للوصول إلى ولاد عرب. جاءتنا باسم الفرع الكوتامي الذي كان يسكن المنطقة، ولنتفق احنا كنا بربر يعني نهضر اللغة البربرية، ولما أقول بربرية لا أقصد بها القبيلية، لأن القبائلية تاع قبيلة صنهاجة القبائل الكبرى ليست نفسها القبائلية، بالرغم من أننا نشترك معهم في بعض الصيغ الصرفية والكلامية وغير ذلك، إلا أنه قبائليتنا نحن لغتنا البربرية لم تكن شبيهة بها، ولا تزال المنطقة خصوصا في الجانب النباتي والجانب اللغوي اللساني والجمعي تحتفظ ببعض الصيغ الصرفية. إذا قلت مثلا أسرة مثلا مشموخة أقول آشموخا، وهي منطقة ليست بعيدة.